احنا لسه ما ابتديناش، بس قبل ما نبتدي ادينا لايك، اشترك في القناة، فعل زر الجرس. شغل يا ابني فقرتنا بسرعة. حاج صديق، ازيك يا زدان؟ عامل ايه؟ الله يخليك. الف 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 مبروك للواد، عقبال الجواز ده يا حاج صديق. خير ان شاء الله. لا ضحكتني يا راجل، ده الأب اللي ما يعرفش حاجة عن ولاده، بيعرف أخبارهم من برا من الناس. ابنه نجح وبيسمع الخبر من واحد معدي في الشارع جبله في الطريق. يا عيني عليك، اترجفت ومذهول من اللي بيحصل قدامك. ابنك ناجح وانت بتعرفش، ده كلام؟ ولدك نجح يا حاج صديق، الف مبروك. طب والله ما خلى واحد في البلد الا لما عطاله تورته وكان زي فين هو؟ قاعد دي ورايله عمال يحتفل هو واصحابه. يا ابو ورهوني. تعال تعال. ريتني يا عم الحاج، الواد بيوزع كنز وتورته وانا اخر من يعلم. طب فين هو؟ اصلا انا نفسي في كنزايه على حته تورتايه من نجاح ابني. هو ده ينفع؟ الاب اخر من يعلم. ماشي، لما نشوفك هتعمل ايه مع ابنك اللي ناجح. الف مبروك يا احمد. الله يبارك فيك، عقبال ما اشوفك دكتور كدلتني. الله يخليك، تسلم حبيبي. تعال يا حاج صديق. الف مبروك يا ولدي. ابوي الف مبروك يا بنات. الله يخليك، نورتونا والله يا جماعي. الله يخليك. طبعا دي فرحة الأب بنجاح ابنه. لما نشوف اللي هيحصل بعد كده يا رب استرها ما نتصدمش. رغم ان انا برضو عندي رأيي، ازاي ابوه عرف بعد كده من الناس؟ مش المفروض الأب يعرف الأول؟ بس ما علينا، الأب عدى الحتة دي وفرح بنجاح ابنه وحضن ابنه وباسه، فرحان بالموجودين. بس أكيد برضه منتظر حتة الجاتوه وكمان الكنز. ما برضه نفسه يفرح زي اللي قاعدين، ولا هو مليش نفسه ولا ايه؟ يا رب الله يخليك والله يا حاج صديق. مش حاجه، لا يبارك لكم. الله يسلمك يا ابوي. ولدك عمل واجب وزياده والله. حاج صديق سداد ويقدر يجيب 20 كنزايه. نجيب 20 كنزايه. فشخر اتفشخر. لما نشوف بعد الفشخر هتعمل ايه؟ ده انت هتشوف ايام سودة. اصبر على ابنك، عامل فيها راجل قدام الناس وبتتفشخر وبتقول لهم كنز واشرب وهم يقولوا كتر خيرك. لما نشوف هتعمل ايه مع ابنك لما تعرف المصيبة اللي جاية. جبت كم؟ جايب 51. وهو 51. اللهم صل على النبي. يعني يا قبطان ده ولا شركة الطيران؟ طيران ان شاء الله. عشان نقول لك يا ابو الطيار. ابو القبطان ولا ابو القبطان. ايه ده 51 وعامل الحفلة دي كلها؟ ابوك هيشوف ايام سودة. ده لسه دي بداية الصدمة ليه يا عيني. الراجل هيتجنن 51 ومفكر انها هتدخله حاجة. هنشوف ايه اللي هيحصل. ورقات التعاطي. ايوه، واروح كلية حقوق ان شاء الله يقبلوني. وكده الشغل. يبقى نحن نحرس المطلقين والجوز ضربها كف ونروح نصلح احنا. يا ابوك مصلح اجتماعي يا ابو. يعني الراجل اتصدم اول ما عرف ابنه هيخش كلية ايه، وابتدى يهلوس بالكلام ويقول هيحرس المطلقين والزعلانين، مصلح اجتماعي يعني. وهيبتدي يفوق ويسأل الفلوس بتاع الحفلة اللي انت عاملها جايبها منين؟ تعال نشوف الفلوس جابها ازاي، وايه الورطة اللي ودخل فيها ابوه وهو مش دريان. والراجل في الاول يا عيني كانت واخدة السكينة بنجاح ابنه، والفشخرة والكلام الفاضي خلاه ينسى حاجات كتيرة يدور عليها. مكلف كتير انت يا احمد، ده صار في 15,000 جنيه. جبته منين الاخرب؟ شكلك انت كحت على اثار في البيت من وراي اثار ايه؟ ده سرقه دي يا حاج صديق. شكل ولدك قاعد يسرق. يا ابوي انا مش هسرق ولا حاجه. عيني الراجل اول ما عرف ان في صرف في حدود 15,000 جنيه كان هيقع بطوله، وقاعد يهلوس ويقول له اثار او سرقة ومش عارف ايه. الواد يا عيني مذهول من منظر ابوه ومخضوض. يا عيني عليك،
ابنك ضيعك وخرب بيتك، بس يا ترى جاب الفلوس ازاي؟ تعال نشوف، عشان دي الورطة الكبيرة اللي هيجح فيها ابوه وهو مش دريان. وخدت وصل النور وطلعت بأمي على شركة التمنية دي. اهو كده الشغل يا حاج صديق. سحبت 15,000 بحسك يا عم احتفل بيها في البلد كله. الف مبروك عليك الحاج يا ابو حاج دقيقة صديق. ألف مبروك. 51% كتر عليه، ده مجنون رسمي. خرب بيت ابوه هيدخله السجن عشان جاب 51%. امال لو جاب 99% كان عمل ايه؟ او جاب 100% كان عمل ايه في ابوه ده المتعوس؟ ده ما يستاهلش اصلا. دي 151% دي المفروض ياخدها 0%. يا اخي هتحبسوني. ده مش ما تحرجنيش قدام الناس. ال 51 دي الواحد يعمل حتى يسقي الناس شاي. ال 51 ده نجح بالعافيه انت. ما نجح، ما في ناس خدت ملاحق. ها يعني ايه؟ في ناس خدت ملاحق. ما تزعلش يا عم الحاج لما يقولك في ناس خدت ملاحق، يعني ابنك كده من المتفوقين. 51% ومتفوق، يعني متدقش قوي. وبعد ما هتقتل فيه ايه اللي هيتغير؟ خلاص هتتحبس. خرب بيتك يعني. الراجل شايف نفسه كده ان هو من المتفوقين وجاب فلوس على قفا ابوه وقاعد يوزع ويسقي الناس، ومش مشكلة ابوه يتحبس يعني، ويعمل بيه ابوه. اهم حاجة نفرح يا حاج بالنتيجة. دي 51% قد النخل. ما فيش حاجة خلوها. ها همشي انا الجرايل والحساب. تعمله ده يا حاج؟ ده انت ابنك ورطك وداك في 60 داهية. هيحبسك. ده سحب على قلبك 15,000 جنيه، جاب بها تورتة وكنز ووزعها عشان نجح وجاب 51%. وانت كمان بتدور نفسك في كنزاية على حتة تورتة؟ ايه عاوز تحل حنكك قبل ما تخش السجن ولا ايه؟ يا راجل شوف المصيبة اللي حلت على دماغك وجابها لك ابنك. ده ابنك ده حمار ما بيفهمش، ورطك وورط نفسه في 60 داهية. يا رب استرها عليك يا حاج، تخش السجن قريب. يلا ألف مبروك عليك السجن يا باشا. أنصحك يا حاج تشوف لك حتة كده تقعد فيها وتستخبى، لأنك أنت اليومين الجايين هتكون مطلوب في المراكز وفي المحاكم وهتتبهدل بهدلة سودا. شوف لك حتة كده اقعد فيها وشوف هتحل مشكلتك ازاي. ده انت راجل غلبان ومعكش 15,000 تدفعها اللي سحبها ابنك وورطك. شوف حتة كده هادي يا حاج وشوف هتفكر هتعمل ايه في المصيبة اللي انت وقعت فيها، وصلي يمكن ربنا يسمع لدعاك ويطلعك من الورطة دي. بنشكركم مشاهدينا الأعزاء على متابعة القناة، وبنقول لك ما تنساش تضغط لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس.